تشق طريقها وسط منعرجات توصف بالوعرة نحو جماعتي أهل تيفنوت وتبقال الواقعة بجبال الأطلس الكبير لإيصال المساعدات الإنسانية على ساكنة المناطق المتضررة من قساوة البرد والثلوج. فرحة عارمة عمت المستفيدين من هذه العملية. حطينا الخير الحمد لله، اللهم لك الحمد، الله ينصر سيدنا، حطينا الكواش، حطينا المواد، الله ينصر سيدنا. أنا جد فرحة بهذه المساعدات الإنسانية، وأشكر جلالة الملك محمد السادس نصره الله على هذه الالتفاتة التي أدخلت الفرحة والبهجة في قلوبنا، ونحن في أمس الحاجة إلى هذه المساعدات، حيث نعاني في هذه المنطقة الجبلية من موجة البرد القارس والثلوج. هذه المبادرة اللي دارت راه هنا أصلا أن الناس محتاجين لها في الارتفاع ديال العلو ديال 3400 متر في أعلى قمم ديال تبقال. هنا الناس البرد راه تيبدا من شهر 10 وما تيسالي البرد هنا حتى شهر 5 شهر 6 عاد كيسالي البرد هنا. مساعدات شملت مواد غذائية أساسية وأغطية أشرفت على توزيعها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، التي جندت كل الإمكانيات لتقديم المساعدات اللازمة والتخفيف من معاناة الأسر المتضررة من موجة الطقس البارد التي تعرفها هذه المنطقة الجبلية. اليوم الحملة هم جوج ديال الجماعات، هما جماعة تبقال حيث ستستفيد 678 عائلة تنتمي إلى 42 دوار، وهناك نقطة ثانية للتوزيع تهم جماعة أهل تيفنوت حيث ستستفيد 484 عائلة تنتمي إلى 24 دوار. هذه المساعدات الإنسانية فهي عبارة على مواد غذائية أساسية وأغطية، وهي موجهة للساكنة التي تعاني من قساوة الظروف المناخية والتي تكون خاصة في أعالي الجبال. 3000 أسرة هو العدد الإجمالي للمستفيدين من عملية توزيع المساعدات الإنسانية ضمن المرحلة الأولى والثانية على صعيد إقليم تارودانت، عملية استهدفت على الخصوص المناطق الجبلية النائية والمتضررة من قساوة الظروف المناخية الصعبة. مبادرة إنسانية من شأنها تكريس قيم التضامن والتآزر ومساعدة الساكنة على تحسين ظروف عيشهم، خاصة في هذه المناطق الجبلية النائية التي تعرف في هذه الفترة موجة برد قارس وتساقط الثلوج. من جبال الأطلس الكبير تبقال، حجب تامك ومبارك زماني للأولى. نبقى بالمناطق الجبلية وننتقل إلى عين اللوح.